مساء الخير عليكم. جيسبر تكونوا كامل ملاح وهاد لا فيديو تصيبكم كامل بصحة مليحة وتكونوا هانيين. هاد لا غوسات اليوم اللي جبتها لكم هي تاع الزيريات المعتمدة في لي زاتوليي في الورشات تاع الحلواجيات، وبزاف ناجحة، تجي طرية الدوب في الفم. ولا غوسات اي تري سامبل. نروحو ديريكتومون للمقادير. راح نحتاجو 3 كيلات ممسوحين تاع الفارينة. انا هنا استعملت اون ميزور غير صغيره تاع الفارينه، وهذه حتخرج لي كوميم اون بون كونتيتي تاع لاباط. ودايما كي نستعمل لا فارس تاعي دايما تفضل لي لاباط، دونك على بها نحب نصغر لا كونتيتي. قلنا 3 كيلات فارينه، قرصه ملح، ونزيد نص كيلة تاع ليدام كيما تحبوا سمن ولا مارغارين ولا مارغارين تاع الفيتاج كيما تحبوا، فيو كو داخل لاباط ما حاش يبان لي الغو تاع ليدام. بيان سور هذاك ليدام ندخلو مليح داخل الفارينه حتى يندمج لنا مليح، ونزيد له نص مغرفه صغيره تاع لافاني. هاي اللي كيما تشوفوني نحك فيها مليح باش ليدام ما يقعدش بجيه والفارينه بجيه. قلنا نزيد لها نص قرصه تاع لافاني، ونبدا نطم بالماء والماء زهر. هنايا نقدر نزيد ملون غذائي، كيما نقدر نخليها هكاك. انا خليتها بلا ملون غذائي، مي دو بريفيرونس نديرو باش تجيلي لاباط بيان بلانش وما يبانوش كي نكون نقرص في الحبه، ما تبانش البلاصه وين قرصتها، ما توليليش صفرة. باسكو كي نقرصو ونطيبوها هادوك وين قرصت حيبان لي ماشي طايب، وهي تكون طيبه لاباس بها. هنايا نجوزو في النيميرو الهابط كامل الكبير، باش برك نطري لاباط تاعي نجوزها واحد 2 ولا 3 خطرات باش نخدم لاباط تاعي وتولي طريه هكايا. ومن بعد نزيد 2 نيميرو ونزيد نفتحها 3 خطرات حتى لافون ديرنيي نيميرو. سا ديبون، كاين من 1 ل7 وكاين لو كونترير تبدا من 7 حتى للزيرو. هاي لك هنايا كيف فتحتها في لافون ديرنيي نيميرو في الرقم ما قبل الاخير. ما تجيش مفتوحه وما تجيش رقيقه كيما تاع البقلاوه، يتسمى نيميرو كتر نتاع البقلاوه. البقلاوه دايما نروحو حتى لديرنيي نيميرو. هنايا نحبس في 5 نيميرو 5. البقلاوه نفتحها بنيميرو 7 كيما راكم تشوفوا. نشد امبورط بياس نيميرو 9 تاع الزيريات ونطبع دوائر ونخليهم يريحوا ولا نخليهم بجيه حتى ندير لا فارس تاعي. للعقدة راح نحتاج 500 غرام لوز مرحي ومصير في السيار رقم 16، تسمى نغربلو في الغربال نيميرو 16. نزيد له 300 غرام سكر عادي، تقدروا تستعملوا سكر ناعم ولا ديروا سكر عادي. انا نخدم بالسكر العادي. نزيد له شويه تاع لافاني، نخلط مليح كلش، وزست دو سيترون مبشور الليمون. الجزائريات كيما تعرفوهم يحبوا يكونوا معطرين مليح بالقارص، يكون بيان بارفومي. تما ندير قيس حبه مبشور، قيس حبه ولا 2 حبات تاع زاز دو سيترون. من الافضل يكون الليمون اخضر، قارص خضر، باش يمد لنا العطر مليح. باسكو كيما نعرفوا القارص الصفر الي موان بارفومي. نخلط كلش مليح. شوفوا كيفاش راهو على حبه بيان مغربل ويكون دو لا ميم تاي، ماشي ترحو وتخلوه هكاك حبه صغيره حبه كبيره، وتانيت ما يكونش بزاف خشين. على بها نغربلوه. هنايا نجي نطم لا فارس تاعي بالبيض كامل، تسمى نستعمل الحبه كامله. نفقس حبه بحبه، ما لازمش يغلبني. الحبه الاولى باينه باللي اللوز تاعي حيشربها كامله، دونك نقدر نديرها على فوا. من بعد من الحبه الثانيه نبدا ندرب الحبه ونزيد غير بشويه ونعجن، نزيد غير بشويه ونعجن. والعقده بيان سور لازم تكون معجونه بيان باش يذوب لنا السكر. اذا استعملتي سكر ناعم ما حاش تلقاي صعوبات باش يذوب لك السكر. مي باغ كونطخ لو كان ندير سكر كريستاليزي تسمى سكر عادي، لازم نعجن مليح العقده تاعي ونزيد نبيتها.
باش ما تجينيش الحبات في الفم كي ناكل الحبه تاع الزيريات ما نحسش للسكر بين سناني. فوالا نبدا نطم غير بالعقل حتى تتلم لي كامل لاباط متلاصقه. لازم تجي لا فارس بيان طريه، ما لازمش تجي حاكمه روحها، ماشي كيما القنيدلات كي نطم شويه العقده واقفه. بصح تاع الزيريات لازم تجي جاريه باش تجيني بيان معسله على الداخل. بعد ما نكمل نطمها لازم نبقى نعجن هكاك واحد 5 مينوت، نعجنها طخي بيان باش ندوب بيدي لو ماكسيموم هذاك السكر. بعد ما انعجنت نديرها في الفريغو، نسيلوفانيها، نديرها في الفريغو ونخليها تبات ليله كامله. هنايا نروحوا للقريص، نجيبوا لاباط اللي تكون حطيتها بجهه الستنه، ونجيب الكريه تاعي. الكريه نوزنها من 40 حتى ل 45 غرام. كي تكوني عندك مناسبة ولا وليمة ولا حتى كوموند تاع الناس لازم تجي بريزونطابل، لازم نديرها 45 غرام. انا هنا درتهم للدار برك ونحبها حجم متوسط، نديرها 40 غرام. ندير لو بلون دوف توت اوتور وما نكترش. شتوني درت بالبانسو غير شويه باش برك تلصق لي. وهنايا شوفوا البراج تاع المول تاعي، هادوك لي زاركاد حيعاونوني في القريص. دونك هادوك البراج نتبعهم في القريص وبيان سور بالكوردون. كل برج نقرص، نشد برج نقرص. هادوك عدد تاع البراج حيجوني عدد القرصات. هاد المول بزاف يساعدك وهاد الطريقه بزاف سهله. كي نكمل كامل لو تور تاع الحبه نروح نزير برك. ما نسحقش نجبد. كاين طريقه واحده اخرى اللي تجبدي لا فارس شويه داخل لاباط، هذه ما تحتاجش نجبد لا فارس داخل لاباط. نسيي نزير كل حبه تقابل اختها. شوفوا كيفاش خرجت وصدقوني ما حاش تفتح لنا في الطياب. دوك نزيد نوري لكم حبه واحده اخرى وتشوفوا كيفاش توضح لكم الصوره. انا مع الاول سيتي ما بيت نواغ زيريات يجونا بلي بزاف صعاب وهما بزاف سهلين. انا مر ما درت هاد الورشه وهاد الدوره تاع الحلويات اعتمدت هاد الوصفه. سي اون غوسيت تري فاسيل و فريمون يجو بزاف بنان. دقت زيريات بارتو مي هاد لا غوسيت روعه. وتانيت مع ليكزيرسيس تقرصوا الحبه الاولى دائما تكون تجربه تعنفجوها وتكرفصوها كامل، مي حبه مور حبه تولي تجيكم بزاف سهله. وبو دو لا دوزيام ولا تخوازيام بياس خلاص نولوا محترفين. شوفوا قلنا نحط لا فارس في الوسط وسيو تسونطريوها بيان. شوفوا هنايا الغلطه اللي درتها بالعاني، سيك ديت شويه الفارينه فوق لاباط. هنايا ما راحش تلصق لي. دوك تشوفوها كيفاش السديكول. هنايا جيت حنحذف هذا المقطع مصح، قلت معليش نخليه باش البنات يتعلموا تاني من اخطائنا، ويتعلموا باللي لازم لاباط تاعي تكون في الوسط. قبل ما نحط لا فارس ما تكونش فيها كامل فارينه باش يلصق لنا لا فارس، تلصق العقده في لاباط. شوفوا هنايا حات الديكولا مي ومن بعد تيك سي غاترابابل، تما ما كاش حاجه ما نقدروش نراترابيوها. قلنا نتبع هادوك البراج تاع المول. شوفوا كيفاش راهي ديكولي. ومن بعد نشد كل زوج براج متقابلين ونزير، نسيي ندخل شويه على الداخل ونزير، وهكا تكون الحبه تاعي وجدت وتكون مقببه من الفوق. شوفوا كيفاش جات شابه وبريزونطابل ولاباس بها. ما نسحق ندير لا فارس داخل لاباط ولا سي تري فاسيل. نفورمي قبل القرصات تاوعي ومن بعد نزيرهم نلصقهم مع لاباط اللي كنا درنا لها بلون دوف توت اوتور، هو اللي حيلصق لي وما حاش تفتح لي في الطياب. هنايا كلمسه اخيره ندير لها بلون دوف من الفوق. بيان سور نشد كوردون سيي نفورمي القرصات تاوعي الا كانوا متلاصقين سيي بعدهم. ندير بالبانسو بلون دوف ونحط حبه لوز ولا راهي خرجت على مود نديرو حبه نوازات من الفوق،
ولا نخليه على الطريقه التقليديه، ندير له غير حبه لوز من الفوق ويجي بيان بالطبع والشان. بيان سور هذيك الحبه لوز ما نطبعهاش للداخل، نحطها غير من الفوق غير بالعقل، وراح تلصق بالبلون دوف. شوفوا كيفاش كملت كامل السنيوه تاعي. و بيان سور ندخلهم في الفور، تكون درجات حراره متوسطه، ما نعليش بزاف سينو طيب لنا على البرا لاباط والداخل اللوز يكون مازال ما نشفش. وبيان سور الجزائريات ما يحبوش بزاف طياب، تمتم غير تنشف العقده ويبيض لنا لاباط تكون واجده. نروحوا كيف نديروا لو سيرو ولا العسل، كاين اللي يعسلوا ديريكتومون بالعسيله، انا نفضل ندير شربات هذا واش فيه كيلو سكر مع لتر ماء، وبيان سور عصره قارص، نخليه يغلي 10 دقائق، نحسب بعد الغليان 10 دقائق ونطفي عليه. بعد ما نطفي عليه نزيد له 250 غرام تاع عسيله، 250 غرام عسيله، ونخليه يبرد يولي لنا شربات خفيف ويجي بزاف هايل باش تدخل لنا العسيله حتى القلب الحبه. هنا كي يبرد العسل وتكون بردت لنا بيان سور الحبه، ما نديرش الحبه سخونه سينو تفسد لنا ويروح لنا الشكل تاعها شباب. نديرو في ماعون ونرمي كامل الحبات تاوعي. كي ندير الحبات نغطسهم مليح ونسي نقلب هكايا بون سباتول ولا غير بالعقل باش ما نخسرش الحبات تاوعي، ونخليهم 10 دقائق داخل هذا لو سيرو. هذا هو السر باش يدخل لنا وتتعسل حتى للقلب. كنت حابه نقطع لكم حبه ونوري لكم كيفاش تكون بيان معسله، مي راحت لي هذا المقطع من لا فيديو جات بزاف هايله. هذه الوصفه معتمده وفي الورشات هذه هي، ودايما في لي فيديو تاع يوتيوب ما يعطوكمش الاسرار تاع نجاح كل الحلويات. دي فوا الناس تتعلم في الورشات لكن ما تحبش تمد الاسرارها للغير. انا ما عندي حاجه نحب نبارطاجي معكم ما باسيون دو لا كوزين، نحب هذا الشيء، ونحب كي نعلم حاجه ولا نوريها للغير نوريها على قنيها. شوفوا كيفاش خرجوا بزاف شابين، والمذاق ما نحكي لكمش. لو كان جات نقدر نبارطاجي معاكم مام البنه نبارطاجيها معاكم ولا الريحه اللي تشهي. جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو واستمتعتوا بها، وما تنسونيش بلي جام ولي كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على الف خير، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. في الامان.